بص، العربية كانت هتجيب مكنة عندي حرفيا بسبب اللي انت شايفه ده. علشان كده حذرنا مليون مرة بعد اذنك بلاش المية العادية. السيرموستات قفلت، العربية كانت هتخش في مكنة بسبب الصدى اللي موجود على السيرموستات. للأسف السيرموستات علقت والعربية كانت قدام عينينا هتجيب مكنة. بعد اذنك خليك في المية المتخصصة للتبريد وبلاش المية العادية لأن هي بتدمر أجزاء الموتور حرفيا. وزي ما انت شايف الموضوع كله سهل جدا. جيركن مية متخصصة خضراء أو حمراء حسب نوع عربيتك هتحطه في العربيه وتغيره كل مده سنتين او 120,000 كيلو متر. الموضوع سهل وبسيط. انت عندك الميه المتخصصه للتبريد بتحافظ على الدايره، البريشر بتاعها هادي، درجه الغليان بتاعتها اعلى فبالعكس ما بتعملش لود على الدايره. بتحافظ على السيرموستات، بتحافظ على جوان وش السلندر، بتحافظ على اجزاء الموتور الداخليه، بتحافظ على الرادياتير، ما بتعملش رواسب، ما بتحتاجش دوره غسيل. مجرد ما تيجي كل سنتين تنزلها ما تعملش دوره غسيل. تحذير، دورة الغسيل دي بتبقى بمية عادية، يعني انت محافظ فما تجيش تبوظ. ولو كنت لسه أول مرة تحط مية متخصصة للتبريد اعمل دورة غسيل، نزل الصدى أو بعض من الصدى اللي موجود في الدايرة وبعد كده نزلها كل سنتين أو 120,000 كيلو متر. خليك فاكر أنا نصحتك وانت براحتك.